وأقدم التهاني طبعا قبل ما أقدم التهاني لأخويا مصطفى زكي أمين لجنة العلاقات العامة بحزب شباب مصر بكمال الأمديد، وأقدم التهاني لقرية صدقة في الحدث والافتتاح المحل المحترم أبو زكي لخدمة المحمول. وهو يمكن قبل الاحتفالية الإخوة الأفاضل نبهوا علي إن أنا ما أتكلمش في السياسة بصفة إن أنا يعني أشغل منصب أمين تنظيم حزب شباب مصر، ولكن إحنا في ظل الطفرة والتطور الكبير، وإحنا بيحضرنا طبعا نخبة من رجال الاتصالات على مستوى محافظة الدجالية والشرقية والغربية، ويمكن معايا إخوة أفاضل أعرفهم. في ظل التطور اللي إحنا فيه كلنا نؤمن إن حتى التليفون المحمول دلوقتي بقى شغل سياسة. الدنيا اتفتحت كلها على بعض، واصبح يمكن اللقاء ده ممكن يطير عن طريق الانترنت، ويمكن الشباب دلوقتي عادوا بيستخدموا السوشيال ميديا والتطور رهيب، فاصبح دلوقتي لا غنى عن التليفون المحمول. فاعتقد ان الخدمه اللي موجوده اللي بيقدمها اخويا وزميلي مصطفى زكي بشراكه من الزميل الفاضل شركه محمد الكون، وهو اخ فاضل برضه من اعضاء وقيادات الحزب. اعتقد ان احنا حتى لو اتكلمنا في التليفون المحمول، فاصبح التليفون المحمول بنتكلم فيه حتى الاتصالات ذات نفسها على مستوى العالم اصبحت شغل سياسه. بنستخدم التليفون المحمول بان احنا ننقل مشاكلنا عليه عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، عن طريق الخدمات اللي بتقدمها بعض الشركات العالميه الامريكيه. فاعتقد ان احنا حتى واحنا بنفتتح محل ابو زكي لخدمه المحمول احنا بنشتغل في السياسه. يمكن انا نفسي ان انا اتكلم، وانا اسعد طبعا بوجود كوكبه من ابناء مركز كمال الامديد وكوكبه من العاملين في مجال الاتصالات اللي انا بشوفهم وبيشرفني وجودهم. انا بهني اخويا وصديقي الزميل مصطفى زكي، وهو واحد من الشباب المحترم اللي عمل نفسه بنفسه. ويمكن دايما في الشغل الشاغل بتاع الحزب عندنا ان احنا ندعم الشباب، ويمكن من خلال الافتتاح بتاع مصطفى زكي وكل اللي بيسمعني من ابناء صدقه او الحضور اقول ان الدوله في طريقها ان هي تدعم الشباب. اوعى حد يفكر ان في حاجه اسمها مستحيل، لا احنا ما عندناش مستحيل، ولكن المستحيل ممكن يتحطم. الدوله متمثله في المحافظه بتقدم بالفعل، واحنا مراقبين لهذا العمل، بتقدم بعض المشروعات اللي ممكن احنا في لحظه من اللحظات ممكن نلاقي حاجه زي دي. بيقدم برنامج مشروعات، انا طبعا مش بقول كلام او اي حاجه، احنا بنقول الشباب ممكن يعملوا، ما تنتظرش وظيفه من الدوله في الظروف اللي احنا فيها. انا عايز كل الشباب بدعوهم ان هم يقتحموا العمل الخاص. انت لو وفرت لنفسك منظومه كويسه تعمل لنفسك حياه مستقره، ممكن تستعين ببرنامج مشروعك بيقدم لغايه 2 مليون جنيه. في برنامج ثاني اسمه مشروع شباب الخريجين، وده بيقدم قروض برضه. انا طبعا بقول لكم علشان انا استغل الفرصه دي، بيقدم 20,000 جنيه دي بدون اي رسوم عليها. ممكن تاخد ال 20,000 جنيه وتعمل مشروع، وممكن تجيب زوجتك لو انت متجوز. انا عايز كل الشباب بدعوهم ان هم يقتدوا، ان هم يشتغلوا، يقتحموا سوق العمل الخاص. عندنا الجماعه اللي هم شركه اتصالات تعتبر قطاع خاص، شركه فودافون تعتبر قطاع خاص، موبينيل تعتبر قطاع خاص. ليه احنا ما نبداش في قريه صدقه ونتبنى حمله تكون زي ما احنا عملنا في المقاطعه، فيها عده مشروعات محترمه بتشتغل في الغزل والنسيج. وانا من مكاني ده من قريه صدقه بدعوكم ان انتوا تروحوا الوحده المحليه فيها برنامج مشروعك بيقدم لغايه 2 مليون جنيه. في برضو اللي هو المشروع الثاني اللي ممكن يقدم قروض. انا مش عايز اطول طبعا علشان احنا نبدا الاحتفاليه، ولكن انا بنتهز الفرصه وبقول ان احنا بنمد ايدينا كحزب وكدوله. واي واحد يقول ان الدوله ما بتدعمش، لا، الدوله دلوقتي بتقدم قروض ميسره لكل الشباب.
يعني انا في المقاطعه، وعلى سبيل المثال قريه سدج على فكره من اقدم القرى اللي موجوده على مستوى مركز سمي الأنديل. فعلا احنا بنكن لها كل احترام وتقدير، وكل شبابها شباب فاضل وناس محترمه. يعني عايز اقول ان في طفره برضه موجوده، ممكن طفره اقتصاديه في قريه سدجه. احنا ممكن ندعم، احنا مش بندي فلوس كحزب، لا احنا ممكن نساعد في توجيه الشباب، زي ما عملنا مع بعض الشباب في قريه المقاطعه، وتبنينا اكثر من 35 مشروع على مستوى المقاطعه. والناس ديت الشباب دوت فاتح محلات او مصانع لتجهيز القماش. قريه سدجه فيها بعض المشروعات اللي ممكن الشباب يتبناها. انتوا معايا ولا انتوا بتاكلوا جاتوهات وحلويات؟ نكمل ولا كفايه كده؟ انا عايز بس الشباب يصحصح معايا، لان احنا فعلا بنتبسط. احنا مش هدفنا نشتغل في السياسه يا اخوانا، هو شعارنا. انا ما بتكلمش، انا بتكلم باسم ان انا امين تنظيم وان انا رئيس تحرير. انا واحد من ابناء قريه السماره، وكلكم يمكن اغلب الناس اللي قاعده بتاكل حلويات عارفاني. فانا بالفعل كنت امبارح في اجتماع مع محافظ الدقهليه. المحافظ لا يبخل جهدا ان هو يقدم بعض العروض او بعض الفلوس او بعض القروض، مش هقول بعض العروض، بعض الفلوس للمشروعات الصغيره. فانا شفت، يعني انا شايف فعلا مصطفى زكي واحد من الشباب المحترم اللي بدا حياته من الصفر. ليه احنا كشباب ليه دلوقتي متمسكين بقطار الشباب، بقطار الشغل الوظيفه الحكومي؟ عندنا واحد زي ابو عبده برضه، واحد من جيل الشباب، بس جيل الشباب القديم اللي زي يعني برضه هو عنده محل او شركه بيشتغل في الرحلات. يعني عندنا بعض النماذج المحترمه اللي موجوده في مركز سمي الأنديل. ولكن انا لا اخفيكم سرا ان مركز السنبلاوين في قيادات تنفيذيه في مجلس مدينه السنبلاوين هي اللي بتحرك الاحداث. احنا كشباب، اي واحد، انا بقولها وبعلنها من سدجه، اي واحد عايز يعمل مشروع ويتقدم بمشروع، بس عايز اقول لكم ان لازم يكون محضر السجل التجاري والبطاقه الضريبيه. عندنا في الفلاحين يقول لك انا عايز اخد ال 20,000 جنيه عشان اجوز البنت. ده ما ينفعش. الدوله بتقدم لك ال 20,000 جنيه عشان تبدا بهم مشروع. اوعى تقول لي ان ال 20,000 جنيه يعملوا ايه؟ لا، انا اعرف بعض الناس بيشتغلوا ب 2003 بيروحوا يجيبوا ملابس داخليه من المقاطعه ب 20 جنيه ولا ب 100 جنيه ولا ب 300 جنيه ولا ب 2000 جنيه، بيروحوا يجوا يبيعوهم في سوق السبت، بيكسبوا في بيهم 3000 جنيه، يعني ممكن يكسب 1000 جنيه في اسبوع. فاللي عايز يعمل ويشتغل من الشباب، هو حد يقول لي ان انا عايز اتوظف في الوقت الحالي. الدوله في طريقها ان هي تشتغل، واحنا كلنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. وانا بقولها وبعلنها، ويمكن اغلب الناس في التنفيذيين في الوحده المحليه في سدجه عارفين. في برنامج مشروعك زي ما قلت، وفي واحد ماسك مشروعك، وفي قلب سدجه برضه موجود واحد شغال ماسك برنامج شباب الخريجين. ممكن تجيب زوجتك تاخد 20,000 جنيه يبقى معاك 40,000 جنيه، وممكن تجيب ابوك يبقى معاك 60,000 جنيه. بس البدايه الشباب. انا مش شايف مشروعات خالص في البرامج اللي الدوله بتدعمها. مش شايف حد فكر ان هو يتواصل ويعمل مشكله ويقول انا عملت مشروع وعايز ابدا، انا عايز الدوله تدعمني. اوعى تروح، يعني انا مش بحبط الشباب اللي قاعد قدامي وبقول لا، الدوله في شغل قطاع عام، ولكن القطاع الخاص دلوقتي اصبح زي الصاروخ. يعني انتوا شايفين، يمكن احنا بنفتتح مكتب او شركه ابو زكي، يعني ده قطاع خاص. نفس النظام زي ما انا قلت في بدايه كلمتي، ويمكن انتوا اكتر مني فهما في قصه الاتصالات. شركه المحمول دلوقتي قطاع خاص، كل شركات المحمول قطاع خاص. ولا مؤاخذه يعني بيضحكوا علينا بالاتصالات، بس ما عادش حد يستغنى عن التليفون المحمول. العيل الصغير دلوقتي ما عادش يقدر يستغنى عن التليفون المحمول، فما بالك بالناس الكبيره. احنا شغلنا
انا الجورنال بتاعي على مستوى العالم عن طريق الانترنت، بخش عليه من التليفون المحمول، فاصبح التليفون المحمول دلوقتي في ايدين كل واحد موجود ماشي في الشارع. يعني انا طبعا بشكر زميلي الاعلامي الاستاذ طلعت ابراهيم، وهو اذاعي كبير ومقدم برامج في معظم القنوات الفضائيه، وهو شرف ان احنا يعني يقدمني واقدمه. انا بشكر كل الحضور، ومعلش طبعا انا يمكن طولت عليكم، ولكن انا عايزكم تستفادوا، واتمنى فعلا ابناء قريه سدجه ان هم يستغلوا وجود مصطفى زكي كرئيس للجنه العلاقات العامه في حزب شباب مصر. واحنا بنقول لكم احنا ما بنشتغلش في السياسه، صدقوني احنا ما بنشتغلش في السياسه، ولكن احنا بنشتغل في خدمه اهالينا. ولو ما نجحناش ان احنا نعمل تطور في قريه سدجه يبقى احنا كده فشله كحزب وكجورنال. فاحنا مستحيل، احنا عملنا امانه وشكلنا امانه في سدجه، مستحيل ان احنا نروح ندور على الناس. لازم انت تروح تدور على مصلحتك، تشوف مصلحتك فين. هل مصلحتك في قرض، مصلحتك في مشروع، مصلحتك في اي مشكله؟ لازم تدور. ادعوكم، ادعو الشباب، بلاش القعده، لازم نشتغل، لازم نطور بلدنا. ماشي الكلام؟ كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك لزميلي الاستاذ مصطفى زكي، وهو واحد من الشباب المحترم، رئيس لجنه العلاقات العامه بحزب شباب مصر بامانه تميل الامديد. واقدم التهاني بالنيابه عن رئيس حزب شباب مصر الدكتور احمد عبد الهادي، واقدم التهاني بالنيابه عن امانه حزب شباب مصر في الدقهليه، واقدم التهاني بالنيابه عن اعضاء وقيادات حزب شباب مصر بقريه سدجه والخمسه. الشباب بتاع قريه سدجه والخمسه بامانه انا فخور بيهم، واعلن من هنا ان هم فعلا مثال محترم يحتذى به، وبيدوروا على المصالح فعلا. وانا شفت مجموعه محترمه في قريه سدجه، واتمنى المجموعه تكبر وفعلا نبقى خدامين. انا بعدين بقول خدامين، ما نشتغلش في اي حاجه غير في خدمه بلدنا في كل شيء. كل سنه وانتم طيبين، واشكركم وعلى تواصل دايما، والف مبروك للاخ والزميل مصطفى زكي. شكرا.